بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. دلوقتي هنوريكم طريقة الزبادي اللي بتتعمل في البيت، هتوفر لكم كتير جدا. علبة زبادي النهاردة بتتباع ب10 جنيه. النهاردة علبة زبادي لما تعملوها مش هتوقف عليكم 3-4 جنيه. فأول حاجة احنا بنعملها قدامكم اهي، احنا هنغلي ز... غ- بنغلي اللبن اهو زي ما انتم شايفينه اهو. دلوقتي انتوا عارفين ان احنا وريناكم غلينا اللبن، وطبعا خلينا اللبن دلوقتي حاليا اللبن دافي، لازم يبقى دافي. وادي الاطباق اللي هنحط فيها، وجبنا علبة زبادي. جبنا علبة زبادي اللي هي تعتبر خميرة بالنسبة للكيلو الحليب. هنقلبها دلوقتي عشان تبقى طرية معانا، عشان نضيفها على الحليب. فاحنا بنقلبها اهو زي ما انتم شايفين، عشان تبقى معانا ايه، لينة كده، علشان لما نيجي نضيفها على الحليب ما تبقاش مكلكعة. طبعا انتوا عارفين الكيلو الحليب ده هنشوف مع بعض اهو هيعمل كام طبق. ما انتوا شايفين اهو، انتوا عارفين الناس النهارده جشعة وكل واحد بيبيع بسعر. فاحنا دلوقتي عشان توفروا، طبعا بالنسبة للأسرة ده هيبقى وفر لكم كتير قوي قوي قوي، يعتبر نص التمن، وطريقة بسيطة وتعملوا منها الزبادي ومية مية إن شاء الله. فاحنا بنقلب الزبادي اهي عشان تبقى خفيفة. ماشي، دلوقتي هنضيفها على الحليب اهو. انا بنزل الزبادي اللي منها، مش معقول هسيبها يعني فيها زبادي، يعني انتوا عارفين. دلوقتي هنقلب علبة الزبادي اللي حطيناها في قلب الحليب زي ما انتوا شايفين. طبعا الحليب معانا دافي، مش سخن قوي يعني، لا دافي. فاحنا بنقلب ده هو علبة الزبادي. على فكرة انا مولع الفرن، انت بتولعي الفرن، تخلي الفرن يسخن لمدة 5 دقايق، بعد كده تطفيه، ونحط الصينية اللي فيها الزبادي لمدة 6 ساعات. بنطفي الفرن وبنقفل الباب عليها، ما بنفتحوش الا بعد 6 ساعات. بعد كده بعد ما نطلعها ان شاء الله بنحطها في التلاجة. زي ما انتم شايفين اهو، مفيش اي تقلقع ولا حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نعبي الاطباق. طبعا احنا عاملين لكم الاطباق اهيت زي ما انتم شايفين اهو. نشوف هتاخد كام طبق مننا طبعا. كده 2. زي ما انتم شفتوا اهو، طبعا كيلو الحليب طلع معانا 9 اطباق. طبعا احنا 4 افراد على فكرة، بس الطبق التاسع ده انت هتعمليه عشان يبقى خميرة فيما بعد، بدل ما كل شوية تشتري علبة زبادي، فانت بتضيفيه على الكيلو الحليب الجديد وتعملي منه ال9 اطباق. ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين. وعلى فكرة وفر جامد
لو سألت على سعر الزبادي انت عارف الناس الجشعة، فهتلاقي فيه وفر كتير، وألف هنا وشفا لنا وليكم بإذن رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.